السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بصحة وعافية وخير. فيديو جديد ويا رب يعجبكم. النهاردة ان شاء الله سادس يوم رمضان. انا بسجل لكم بقى ده فيديو خامس يوم رمضان يعني عشان ما نتلخبطش. نزلت عند الطيور زي ما انتم شايفين كده، ونقلنا الفراخ البيضة من مكانها، حطيناها في البطارية الكبيرة. قسمت بقى ما بين الفراخ الساسو والفراخ البيضة بكرتونة كده، يعني يعتبر النص بالنص، قسمناها بالعدل. زي ما انتم شايفين كده الفراخ البيضة ما عندهاش ريحة المية، بصراحة كده هم عطشانين ما شاء الله. ابتدى الحجم يبان عليهم، بس الوزن انا ما وزنتش لسه، وان شاء الله لما هوزن معاكم برضو ونشوف. عمرهم النهارده يعني بتاع 28 يوم 29 يوم، ممكن يكونوا دخلوا في ال30. انا ما حسبتش اديلي كام يوم، بس يعني انا مسجله لهم كده في دفتر عندي ايامهم، فهشوف ايامهم بالظبط وهقول لكم مع الميزان باذن الله. طبعا احنا متفقين ان الوزن متاخر عشان نبقى يعني ايه في الصوره كده. الوزن متاخر كام يوم؟ متاخر حوالي 10 ايام. هنقدر بقى ان شاء الله نلاحق ده، بس يعني الفرخ ينطق عندي الوزن المطلوب حوالي 2 كيلو مثلا، وابتدي بقى اعمل خلطات زي ما يقعد بقى، انا مش فارق لي. انا كنت بصراحه جايبه دول عشان اتصرف فيهم، بس على الميزان ده كده مش هينفع، فهخليهم للبيت. كده كده البيت بيحتاج دايما يعني. فمش هيفرق بقى يقعدوا كام يوم، اهو زي ما بنأكل عادي بقى، مش هتفرق. انا اعتبرها دورة فراخ بلدي والحمد لله قدر الله وما شاء فعل. مع انه هو تمن الكتكوت قد تمن الكتكوت البلدي حوالي 3-4 مرات، بس هنعمل ايه؟ يلا الله المستعان. في الايام الجايه ان شاء الله والوزن يتظبط. دي الفراخ الساسو زي ما انتم شايفينها كده. دي بقى البطاريه اللي انا بقول لكم عليها ان انا مقسماها ما بينهم. طبعا انتوا حضرتوا معايا اول يوم حطيت فيه الساسو. عايزه اقول لكم ان انا حصل لي موقف يعني لا احسد عليه زي ما بيقولوا. بعد ما خلصت بتاع ده التصوير ده، فطلعت التليفون لسه انا مصلحاه ما شاء الله عليه، يعني جاب شاشه، فتأجلت طول اليوم تصوير عشان خاطر التليفون باظ، بس الحمد لله صلحناه يعني. ربنا يستر بقى، دي 7 مرة ركب له شاشة والله. يدعوا لي بقى ربنا يسترها كده والتليفون ما يبص تاني. طيب البطارية الحضان ده احنا بقى شيلنا كل اللي فيه، وبقوا يتظبطوا حلو، لان هو كان محتاج تظبيطات برضو كده، يرفع الشبك شوية، يظبط الشبكة الارضية. فالحمد لله يعني كله اتظبط والحمد لله، ونضف تحتيها وكده الدنيا حلوة يعني. بالظبط كده ما قدمناش غير ان احنا نجيب كتاكيت. ولو انا جبت كتاكيت انا يعني بحضن اول كام يوم كده عندي في الشقه فوق في الجو اللي انا شايفاه ده. فان شاء الله لو جبت كتاكيت برضو هصور معاكم باذن الله. حاسه كده في امل في الفراخ البيضاء، يعني العظم بتاعها شد شويه عن الاول، كانوا الاول مساخيط، الحمد لله ابتدوا يعني الى حد ما يبانوا ان هم في سوق الفراخ فراخ. فان شاء الله ربنا يسترها والوزن يتظبط معانا. طيب الخلطة اللي احنا هنعملها لزيادة الوزن بإذن الله هعملها معاكم. بس زي ما قلت لكم ان احنا هنأخر عنها شوية دلوقتي عشان خاطر احنا لسه ما وصلناش للوزن المطلوب. فهي منها زيادة وزن ومنها كمان تغيير طعم. يعني انتوا عارفين الفراخ البيتي غير الفراخ بتاع المزارع، لان المزارع بتبقى بتدي علف بس، لكن احنا قبل الذبح كده بحوالي اسبوع او 3 ايام بنغير العلفة شوية. عندي الفراخ البلدي كشة، انا مش عارفة السبب كشاشانها ايه، بس يعني بدي رافع مناعة وبدي املاح معدنية وبدي مضاد سموم، بس انا مش عارفة. فربنا يعديها على خير كده وما يفوتش علينا اللي فايت على الناس. في الفيديو ده بقى احنا عملنا فطار وعملنا كمان حلو، الجلاش اللي انتوا شفتوه ده. انا ما بحبش اعمل كذا نوع حلويات، يعني هو كل يوم نوع احسن ويخلص يعني الكنافة كنت عاملاها والحمد لله خلصت ورقنا منها. بصراحة كانت طعمها حلو. انا الحلويات على قد ما الولاد بيحبوها، بس بصراحة انا بتعب منها، فبعملها عارفين اللي هو ايه، بعكس زمان. يعني زمان الواحد كان بيعمل الحلويات دي بمزاج، الفترة دي بعملها وببقى خايفة منها لان ما باكلها بتعب. طيب حد يقول لي اعملي وما تاكليش، ما بينفعش عشان انت تعملي حاجه ما تاكليش منها. والله على حته جلاش بس كده حسيت ان انا تعبت ودخت والدنيا مش متظبطه معايا. بعد بقى ما خلصت عند الفراخ طلعت عملت خلطه المحشي زي ما انتم شايفين كده.
كنت مقورة البتنجان والفلفل. طبعا انتوا عارفين بعمل خلطة المحشي ازاي، اللي هو بخرط البصل واحمر معاه الثوم يعني تشويحة كده، وبعد كده بنزل عليه بالرز وبعد كده بالطماطم. يعني خلطة سريعة وموفرة في الصلصة كتير جدا، يعني بتخلي طعم المحشي احلى بصراحة. مش عارفة هو الفيديو بيعيد نفسه ولا ايه، بس تقريبا كده الفيديو بيعيد نفسه. المهم الفراخ البيضة طول ما فيها مش عارفه هما بيقولوا الزغب الابيض او حاجه، المهم يعني الريش اللي فوق الرقبه ده لما بيبقى اصفر كده بيبقى الفراخ لسه فيها عمر، يعني ما شاء الله ممكن تديكي وزن على المدى البعيد. فهي تقريبا على يوم 29 الريش الاصفر ده بيروح يعني، فهي بعد 29 ما بتكبرش، لا طبعا بتكبر، بس هي طول ما هو الريش ده موجود فالفراخ دي ما شاء الله قابله للوزن ولسه بتكبر. فانا يعني دايما يعني طول ما ده موجود انا ما ببقاش قلقانه من وزن الفراخ. المهم بقى هنعمل بقى خلطة التحويل او زيادة التحويل او زيادة الوزن ان شاء الله بعد ما هوزن معاكم ونشوف الميزان المظبوط. لو الميزان نطق معايا انا بقى هوزن بعد يوم او اتنين على حسب ما هشوف، لان انا بصراحة مسكت الفراخ فحسيت الوزن يعني قليل، بس هو الحمد لله في يعني في تحويل، لان أنا كنت خايفه من نوع الكتكوت ده، لان الفتره دي كان في كتاكيت يعني ناس كتيره بتشتكي من الكتاكيت. انا شفت فيديو لعمر 27 يوم، يعني عايزه اقول لك الكتكوت ما يديش ان هو 10 ايام. ف... فالدنيا كانت بايظه خالص مع الناس دي، يعني ربنا يعافينا. بس الحمد لله في امل بقى ان شاء الله، يعني ما شاء الله النهارده هنقول مثلا 28 29 يوم حلو. هو مش حلو على العادي، بس حلو بالنسبة للفراخ بتاعتنا. يعني المرة دي الدورة بصراحة مش مظبوطة، انا مش عارفة، مش عايزة اظلم حد واقول ان هو نوع الكتكوت، لان انا زي ما قلت لكم ان انا دفيت قوي، فممكن يكون ده اللي اخر التحويل، وبعد كده جاء دور البرد وان انا نقلتهم من مكان لمكان، فممكن ده يكون عمل يعني مشكلة مع الفراخ، هو ده اللي اجل التحويل بتاعهم. عشان بس نبقى متفقين، انت لازم لو هتربي فراخ بيضة اي كتاكيت بتجيبيها لازم تدفي مع تهوي. هي معادلة صعبة شوية، بس اهو بنحاول ان شاء الله ان احنا نعرف نتخطاها ونعدي الموضوع ده. لازم يعني ما تكتميش على الفراخ قوي، وما توسع لهمش في التهوية عشان خاطر ما يبردوش، فده مع ده الدنيا بتبقى مظبوطه وبيديكي احلى وزن مع كتكوت طبعا نظيف. الدنيا بتبقى حلوه والله. لو انت جايبه كتكوت نظيف وما هوتيش او ما يعني ما ظبطتيش درجه الحراره ما بين تهويه وما بين تدفئه، الكتكوت هيبوظ معاكي زي ما انت شايفه كده. هي الدكتوره بصراحه حلفت لي ان الكتكوت ده احنا بنقول عليه قب الخواجه من حلاوته، فانا اول مره اتعامل معاها في الابيض، وبرده مش عايزه اظلمها واحاول اتعامل معاها مره تاني، بس لو كان كده يبقى انا خلاص نهائي بقى هقطع المعامله. بس انا عشان برضو حته ان انا اكون انا اللي قصرت فالله اعلم، وهنشوف. فان شاء الله باذن الله نحاول على قد ما نقدر ان احنا نوصل لاي وزن مرضي الفتره اللي جايه، علشان خاطر كمان ايه يعني شقى الكام يوم ده ما يروحش. احنا داخلين في شهر اهو، فربنا يكرمنا ان شاء الله ويفرجها علينا جميعا، واللي بيربي فراخ ربنا يطعمه منها بخير ان شاء الله. هنا بقى المحشي بتاعي كان المفروض بقى ان انا بسوي خلاص كده، كان قبل الاذان بحوالي ساعه. انا بحب المحشي يستوي براحته، والفراخ كمان كانت استوت. بحب احط شطه كده للمحشي في الشوربه وكمان بحط سمنه، يعني على حسب بقى. بس انا بصراحه كنت متقله له الايدام بتاعه، شايفين ما شاء الله لونه وشكله واللمعه بتاعته. انا بحب المحشي بيلمع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنا بقى كان المحشي بتاعنا استوى، وكان خلاص فطارنا جهز وغرفنا على الصينيه. كل سنه وانتوا طيبين، كل سنه وانتوا بخير، اشوفكم على خير. ويا رب بقى اللي بيتفرج معايا على الفيديو ما ينساش يحط لايك وشير وتفعيل الجرس وتتفاعلوا مع الفيديو. يا رب كل واحد بس بيحط مشاهده او بيعمل مشاهده يحط لايك، لان كل ما لايكات الفيديو بتزيد كل ما الفيديو بيترشح، فاتمنى ذلك. الناس بقى اللي كرهاني ومش حابه انها تتفرج اصلا، او ممكن بتتفرج عشان تطلع معظم العيوب ويكتبوها لي بقى على الخاص، او يكتبوها في كومنت رخم كده في اي تواصل،
عارفه ان انتوا مش هتحطوا لايك، انتوا هتتفرجوا بس، كفايه عليا المشاهده. اتمنى بس كده ان احنا يبقى في دعم منكم للقناه عشان القناه تكبر بيكم ان شاء الله، واشوفكم في فيديوهات تانية اجمل واحسن، ومع الف مليون سلامه، وكل سنه وانتم بخير وطيبين، ويديم الخير في حياتكم وحياتنا، والله المستعان على الايام اللي جايه بخيرها ويكفينا شرها، اللهم امين. واشوفكم على خير، مع مليون سلامه.